دلوقتي على البرزنتيشن عرفنا ان في مجموعه حركات مجمعينهم مسمينهم بلوكينج. المنافس لما يبقى في وضع معين، احنا هنعرف كمان شويه ايه المواقف اللي برضو احنا ملخصين فيها الشغلانه. ففي مواقف معينه هيديك اشاره بلوكينج، هتروح حاطط البلوك، تحجز وتلف زي ما احنا قلنا. عندك بقى سيوناجي، تايوتوشي، اوتشيماتا، تومايناجي، اوجوشي، كوشيجورما، كل الحركات دي متجمعه على البلوك. طيب ايه نمره 2؟ هوكينج. هوكينج يعني خطاف، يعني تلقط الرجل. تلقط الايه؟ انهي رجل بقى؟ سبورتنج. السبورت. ما تنساش ان انا قلت لك العمود الفقري بتاع الجودو ان في حاجه اسمها سبورتنج ليج. السبورتنج ليج دي اللي هي شايله معظم وزن الجسم او هتنقل عليها معظم وزن الجسم، او المهاجم محمل عليها وهو بيخش فيك الحركه. دول الثلاث حالات والانواع بتوع السبورتنج ليج. حضرتك من البيزك والفاندامنتال بتاع الجودو ان انت عشان رمياتك تجيب سكور وحركاتك تنجح وتعرف تهجم على المنافس، لازم تهاجم السبورتنج ليج. تحفظها دي زي اسمك، لازم تهاجم ايه؟ السبورتنج ليج. طب لو انت ما هاجمتش السبورتنج ليج، اولا مش هتعرف ترميه، ثانيا انت اللي هتبقى معرض للرمي، لانه انت سبورتنج ليج بقت الرجل الثانيه بتاعتي اسمها فري ليج. فري ليج سبورتنج ليج انا واقف على رجل الثانيه فري اقدر اشتغل بيها، فلما انت تهاجمني على الفري ده انت بتهاجمني على الرجل اللي انا بقدر احركها فاقدر ارميك. اذا انت مركز على السبورتنج ليج. الهوكينج يعني انت هتهجم على السبورتنج ليج. طب هتهجم عليه هتعمل ايه؟ هتعمل 3 حاجات. هتحبسها عشان ما تجريش منك، وتثبتها، وتاخد الجذع عليها. عملت كده هتتوجد قدامك 10 حركات كمان هترميهم من الوضع ده. ايه هو الوضع بقى اللي ممكن نستخدم فيه الهوكينج؟ اوضاع كتير، لكن انا هقول لك وضع دلوقتي اوريه لك عملي. اقطع فاضي.